تحس الفيل كأنه ماشي على حاجة مصفّحة من كتر الضخامة، لكن رجليه أضعف من كده بكتير. الجلد السميك ده فيه طبقة من الدهون الطرية، والفيل كأنه ماشي على مخدات. الدهون دي بتوزّع الوزن وبتخلّي كل خطوة أريح، بس كمان معناها إن كعبه عمره ما بيلمس الأرض. يعني باختصار الفيل ماشي على أطراف صوابعه. تخيّل كده 5 طِن ماشيين زي راقصة باليه لابسة كعب عالي، كده عمرك ما هتشوف فيل بينط نطة، جسمه أصلًا مش معمول للنط. بس خُد بالك، مع الوقت الدهون دي ممكن تبقى ناشفة وسميكة زيادة، وساعتها ما تبقاش بتمتص الصدمة ومشيته هتبقى بتوجعه. وهنا ييجي دور الناس اللي في الجنينة، بيقصّوا رجله زي ما تكون صباع للفيلة. في البرية بقى الفيل مش محتاج ده، لأنه بيمشي كل يوم بالعشرات من الكيلوهات، والحركة المستمرة دي بتخلّي رجله تتضبط طبيعي. يعني رغم إن شكل رجله يدّيك إحساس إنها حديد، لكنها في الحقيقة نظام حساس وأي غلطة ممكن تبوّظه. وأخيرًا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرًا.